بوحده واللي قادر على أن يقف هذا العبث، علما أننا سبق لنا أن راسلنا الملك بطريقة غير مباشرة عبر اليوتيوب وعبر قنوات أخرى، وقلنا له: عليك يا جلالة الملك محمد السادس أن تقوم بحالة طوارئ الرقمية وليس العسكرية أو المدنية أو غيرها. أوقفوا هذا العبث فقد أزكمت رائحته النتنة أنوف المواطنين المغاربة، والجميع مدعو للانخراط في معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقبة. كل شيء هضرنا عليه سابقا. الجميع، الأحزاب السياسية أولا، والمنظمات النقابية والمجتمع المدني والإعلام النزيه والصحافة الشفافة وجميع الأحرار والحرائق. فأرمي يعني الصوت بدون نظريات اللعب المسمومة السامة القاتلة ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤولياتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب العام. لكم عافاكم، ما باقيش تقولوا انتظارات، قولوا حاجيات. واش تنتظروا الكراس الكوتشي طوبيس؟ لا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. عزيزاتي الفضيلات، أعزائي الأفاضل، نحن معكم من جديد ودائما مع الجديد. موضوع اليوم موضوع ذات أهمية، يكتسي أهمية بالغة، وجميع المواطنين والمواطنات محتاجين إليه، وبعلمية عملية تحليلية أكاديمية. لأن موضوع اليوم هو الملك بوحده. وعندما أقول الملك فأنني أتكلم عن المؤسسة الملكية برمتها. عندما أتكلم عن القلب النابض أقول جلالة الملك محمد السادس. الملك بوحده هو اللي يقدر يوقف هذا العبث، ومن غيره كذاب. إذا هذه هي موضوعات اليوم العلمية باش نوقفوا هذا العبث وهذه نظريات اللعب السامة المسمومة المغربية. تنتكلموش على الكونية، نحاصروا قطر المغرب بلادنا. وهاد كل يوم هذا وكل سميتو غنبرهن لكم بأن كاين نظريات اللعب السامة، وهذا الشيء ماشي في صالح هذا الوطن الحبيب الرائع الجميل الذي أصبح جريحا. إذا هنايا الدعوة موجهة للوكيل العام بجهة مراكش الأسفي: أوقفوا هذا العبث فقد أزكمت رائحته النتنة أنوف المواطنين المغاربة، والجميع مدعو للانخراط في معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقبة. كل شيء هضرنا عليه سابقا. الجميع، الأحزاب السياسية أولا، والمنظمات النقابية والمجتمع المدني والإعلام النزيه والصحافة الشفافة وجميع الأحرار والحرائق. فأرمي يعني الصوت بدون نظريات اللعب المسمومة السامة القاتلة ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤولياتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب العام، واتخاذ إجراءات قوية وجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام بدون لعب، بدون عبث. بلورة استراتيجية، على استراتيجية بالمفهوم العلمي العملي، بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجريم الإطراء غير المشروع.
قبل أن نحلل هذه المسائل ومسائل أخرى متداخلة بمتغيرات مختلفة علمية، أقول لكم هذا عبد الله سلوس، وهذا هو الوسيط الصحفي العلمي العملي التحليلي الأكاديمي. تبعونا ودعمونا، دعمونا الله يجزيكم، ليس من أجلنا بل من أجل هذا الوطن الحبيب الرائع الجميل الجليل. نعم، موضوع اليوم هو الملك بوحده هو اللي قادر على أن يقف هذا العبث، علما أننا سبق لنا أن راسلنا الملك بطريقة غير مباشرة عبر اليوتيوب وعبر قنوات أخرى، وقلنا له: عليك يا جلالة الملك محمد السادس أن تقوم بحالة طوارئ الرقمية وليس العسكرية أو المدنية أو غيرها. فهذو على كل حال الحمد لله غير ما يدخلوش في نظريات اللعب، فمثلا نعطي أمثلة ما يمكنليش، لأن كاين الأحرار والحرائر بزاف الناس اللي تيخدموا هذا البلاد. مثلا عبد اللطيف حموشي اللي حنا كتبنا مثلا، وهو ابن تازة، ما خصوش يدخل في نظريات العلم من مصلحة هذا البلاد. الجنرال دي ديفيزيون محمد حارمو ديال الدرك الملكي كذلك ما خصوش يدخل في نظريات العلم، وهو معروف تا هو ابن تازة الحمد لله، ومعروف المواقف ديالو، ومعروف فين تيدخل ولا داعي، لأن كاين شي حوايج ما تدقاش، لأن الأعداء ديال المغرب كتار، وزيد عليهم انقلابيون، زيد عليهم جمهوريون، زيد عليهم بعض الإخوانيين وبعض هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فاصل ونواصل التحليل بالبرهان وبالدليل. كنا تنلاحظوا بأن هناك عبث، بأن هناك شهويج في مواقع وفي أخرى وفي صحف كاين العبث، وغناخدو العبث بالنسبة لنا حنا عبث، وغنبرهنوا عليه لما يسمى بالجمعية المغربية لحماية المال العام، وغادي نحبسو غير عند الجمعية، الفرع ديال الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش. وحنا قلنا نظرية اقتصادية، قلنا بأن علمية ديالنا الحمد لله المال العام هو مجموع الأموال الخاصة. هذا مجموع يحبذا لو يكون هذا المجموع موجبا جدا. إذا هاد الناس هادو وجهوا حماة، أنا تنديرهم أونتر جيمي، لأن من غنجي نشوفوا بأنه كان كعبث وهناك لعب. كل واحد حنا تنكتبوا التاريخ، تنشروا التاريخ، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. إذن حماة سميتو توجهوا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش إلى التعجيل، وشوفوا معايا، إلى التعجيل بحسم هادشي راه غير هذه نهار ولا يومين كتير، بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة وتسريع الإجراءات بخصوصها. اونتر كيمي حماة المال العام عقدوا لقاء مع الوكيل العام، الثلاث اللي داز الفريط واللي فرط راه يكرط، اللي فرط في هذا البلاد غادي يكرط. تدارسوا خلالها ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، معربين بينوا القلق ديالهم والانشغال ديالهم لهذا التأخر الحاصل في حسم هذه الملفات. ما تنظروش على قضية مبدع أو غير مبدع. وطالب هذا الوفد اللي مشى، وفد دابا ولا الوفد تيمشي عند السيد الوكيل العام، طالب الوفد ديال جمعية حماية المال العام، ما فهمتش انا هادشي، بتسريع الإجراءات بخصوص ملفات الفساد احتراما
للدستور الجديد وليس الأخير، الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا. كما أكد هذا الوفد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية تقولوا هما انتظارات. أنا قلت لكم عافاكم ما باقيش تقولوا انتظارات، قولوا حاجيات. واش تنتظروا الكراس الكوتشي طوبيس؟ لا حول ولا قوة. حاجيات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد. هذه الجمعية في واحد البيان ديالها من بعد اللقاء مع السيد الوكيل العام للملك المعروف بجديته، وانا والله ما كاين لا صبغه لا والو، ومعروف فعلا بجديته ولجلته، أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء. والقانون احنا سبق لنا قلنا بأن القانون الذي لا يطبق على الجميع ليس بقانون. كما استعرضت الجمعية في ندوة صحفية مجموعة من ملفات الفساد المعروضة على القضاء بمناقشة، على رأسها ملف كازينو السعدي. وهذا الملف هذا استغرق أكثر من 15 سنة وما تمش الحسم فيه على مستوى محكمة النقد. وهنا كاين خلط بين المحكمة الابتدائية باش تنعطيه غير الطلاب، كاين خلط بين المحكمة وشوفوا مزيان قلبوا فيه، محكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقد. كاين عتاني ملف أملاك الدولة، أملاك الدولة في جهة مراكش ما نهضروش راه غادي نحبسو غير هنا بعدا. وتفويت أموال الدولة تنقولوا جهة مراكش راه تنقولوا آسفي، تنقولوا اليوسفية، تنقولوا رحمنا قلعة صراغنا. أملاك الدولة في قلعة صراغنا سطروا عليها وغادي نجيو لكل وحدة، وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار فهادشي فعال. الوالي عبد الفتاح بالجيوي حيت القضية خنازت قدامت، حيث تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين، وهو الملف الذي انتهى في البحث القضائي وينتظر، مازال ينتظر. إذا الانتظارات مسألة الانتظارات يحيدوها قرارا اعترضتها مع حماة المال، والحامي هو الله سبحانه وتعالى ماشي حامي الدين وحماة المال. وبارك علينا رحمه الله تكرستوا علينا. وينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية. من جملة الملفات اللي استعرضتها الجمعية أو فرع الجمعية: ملف الخازن العام للمملكة، ملف نور الدين بن سودة والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين منها. شوفوا عباد الله والمالك، نرى عندنا غير المالك، احنا راه عندنا شوف من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تارقة الاستراتيجية لإنشاء مشروع سياحي ليتمن كان بعد ذلك من تفويت المشروع. هذا ماشي عباد، عطاه دار سميت القاصرين ديال ولادو ثم تمكن من تفويت المشروع للغاية وحتى أرباح طائعة. ومازال الفساد كيتفعل في زمن ماشي العام بزاف عليهم العام، في زمن العمدة وبطريقة غير مباشرة بعض الأطر الداخلية، ما نقولوش الوزير الداخلي. كاين اللعب كاينين هنا بجيت طريق أوريكا دابا راه تتباعوا الفيلات ب 800 مليون داك الطريق ما فهمش. ملف نادي الكوكب المراكشي اللي غادي يرجع لا حول ولا قوة. علاش الكوكب المراكشي بالأمجاد ديالها؟ وهذا الكوكب المراكشي المعروفة بالبهجة معروفة بآخرون، علاش هذه غتهبط للقسم؟ ما بقيناش كاع من القسم عارفين والبهجة جراو عليه وما. إذا الملف هذا والمعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراد
واللي تيتابع فيه مجموعة من مسؤولين النادي ديال مرة ديال الكوكب، حيث عرف تدبير مالية النادي اختلالات جسيمة. المالك لا غادي يحسب بهادشي، لا أخنوش ولا المثلث كامل، لا وهبي داك التخربيق وداك اللعب ما عندنا ما نديرو به حنا هنا في هاد القناة. ملف بلدية أيت ملول، عملت إنسكان أيت ملول اللي استغرق 4 سنين دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه. ملف حسن درهم، الرئيس السابق لبلدية العيون مرسى ومن معه، والمعروض على محكمة النقد، راه وصل لمحكمة للبت في الطعن بالنقد. ملف بلدية قلمين، الناس قلمين والناس اللي تيقالوا ولاو برلمانيين في قلمين، راه كاين ملف. خليونا من مسائل اخرى وكل واحد يشوف الجهه ديالو والمنطقه ديالو والاقليم ديالو والحي ديالو. ملف بلديه قلمين وما يعرف بملف المرحوم عبد الوهاب بالفقيه الاتحادي سابقا، واللي لا حول قضيه معروفه. ملف عبد العالي ديومو، هو عبد العالي الاستاذ وهذا وخوه وهذا هما هنا في ولاد زراد، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا زراد ولا صبيح ولا. وهذا الملف ديال عبد العالي دومو باعتباره الرئيس الاسبق لجهة مراكش تنسيت الحوز، حيت كانت تسمى مراكش تنسيت الحوز، والمتابع من طرف قاضي التحقيق. ملف الرئيس السابق لبلدية ايتولير ديال الحوز السيد احمد تويزي، والمعروض على غرفة الجنائيات الابتدائية. ملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السرغنة عبد الرحيم وعمرو ولا عمر، واللي هدا للشرطة هنا في قلعة السرغنة هدا سيارات، وراه كاين الحموشيني وكاين داكشي، وعطى للدرك الملكي سيارات، وكاين السيد الجنرال يمكن داكشي. وهاد الملفات كلها غادي يحسن فيها المالي، ولا غنوقفوا هاد الملقا، حبس هاد الملقا هادي ما عندنا ما نديرو بها. إذن هاد الملف الذي لا زال في طور البحث التمهيدي. ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة علال جرار الجرارعي، والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية. ملف الرئيس الحالي لنفس المجلس الإقليمي كبير المعاشي، والمدان ابتدائيا بعقوبة سجنية من أجل التزوير واستعماله والرشوة ب2 حبسا نافذا، والمعروض حاليا على غرفة الجنايات السينائية. بلا ما نذكروا ملف ديال الفساد ديال فراع الصويرة وديال الفارس والخمس عوانيس وجمعية الأعمال ديال التعليم السلا، وملفات فساد أخرى تتعلق بمجموعة من الأقاليم والمدن التابعة لنفوذ هذا الفرع، نقولوا هذه نفوذ الجهة. إذن هذا غنتوقف هنا، ولكن غنقول لكم إلا عجبكم هذا الشيء غادي نجيب لكم النقيض ديالها، أقسم بالله. وداك الشيء علاش تنطالب الملك وتنطالب بالأخص جلالة الملك القلب النابض للمملكة. أنا عرفت علاش، أنا عارف باش مدكين. غنحبس هنا، واللي عجبكم شي حاجه قولوها ليا في التعليقات، وغنعطيكم شي حاجه قنبله دوليه كيفاش انه كاين العبث واللعب بين المصالح، العبث بمصالح المواطنين والضعفاء والفقراء والطبقه المتوسطه والكادحه والعامله وبزاف الحوايج. كاين ملفات اخرين، وكاين هذا الملف هذا اللي تيقولوا اونتر كيمي حماة المال. وحامي الدين قلنا لحامي الدين رسالة لكل جبان، الملك لا يهان ولن يهان، والملك ترضى عن المؤسسة الملكية كاملة. بالسلامة عليكم. ما تنساوش ديروا الجيم، ما تنساوش تفعلوا الجرس، ما تنساوش ديروا تعليقات أخلاقية ومسؤولة
وكلنا جميعا نصنع النجاح في هذا الوطن الحبيب الرائع الجميل. نحبسوه هنا باش ما يبقى، باش نحبسوا الجرح ديالو، نضمدوا الجرح ديالو، ولكن بتضافر الجهود بشكل موزع. السلام عليكم.